وأوقات بيبقى حظ مش هايل، فبيبقى الشخص اللي بيعوض عن الأب أو الأم المفقودين مش حنون وقاسي. ساعتها بيحصل دايما لما الواحد يكبر بيبقى محتاج للتعويضة دي، فيا إما بيتسرع في قراراته إنه يختار شريك حياة، فيا إما يختار مثلا حد مات له الأب وهو صغير قوي، فممكن قوي لو كانت ست هتختار حد ياخد مكان والدها وممكن يبقى أكبر منها بكتير، وممكن تخليه تسمح له يتحكم فيها بشكل قوي ملحوظ عشان هي ما فاتتش بالخبرة دي. والعكس صحيح، لو راجل ممكن يكون بيدور على حد تعوض والدته. في الظرف التاني لو طفل أهله انفصلوا عن بعض، وكمان يعني الانفصال لوحده بيسبب مشكلة، لكن لو انفصال كمان بطريقة غير مدنية، إنه يكلموا على بعض وحش، يتخانقوا، ما بيكلموش بعض خالص، ده بيأثر جدا في الطفل. فيا إما بيطلع كاره فكرة الجواز تماما، يا إما بيعيد نفس الخبرة اللي هو مر بيها، يتجوز ويبقى دايما مش عاجبه الحال ويبقى بيعامل مراته وحش، فما بتبقاش خالص خبرة كويسة.